صباح الخير. النهاردة بقى أنا جاية لكم بوصفتين جداد خالص، أول مرة بعملهم على القناة. الكفتة أهي، الكفتة اللي هي بتعمليها بكوبايتين رز وعليهم بصلاية كبيرة و10 فصوص توم و3 حزم خضرة وفلفل أسود، وبتروحي عند الجزار بيحطلك عليهم نص كيلو لحمة مفرومة وبيعملها لك بيعملها مفرومة عنده في المكنة. دي الكفتة. تعالي بقى بنعملها ازاي. بنحطها في التلاجة شوية تهدى كده وتسقع شوية، وبعد كده بنعملها صوابع ونحمرها ونعمل صلصة بصلاية مع طماطم. بنحمر البصلة ونحط عليها الطماطم المعصورة، وما تتسبك نقطع بطاطساية وخلاص وننزل فيها الكفتة اللي حمرناها. بس كده. ما تنسيش اللايك والاشتراك وإعادة نشر عشان أقولك بقية السفرة كانت ايه. عملت بقى صينية فراخ، عملت في الكبة فلفل حامي اللي هو الفلفل اللي بيبقى حراق مع بصلاية مع طماطماية، وحطيتها على الفراخ. دعكت بيها كده الفراخ بعد ما قطعت الفرخة ودخلتها الفرن مع فلفل اسود. طبعا النوع ده من الفراخ السبايسي دي بتبقى حلوة قوي. وده كان غدانا النهاردة. اتمنى اكون اضفت ليكي معلومة تفيدك. ولو عايزة اي حاجة تسأليني، اسألي في التعليقات وانا تحت امرك. الفراخ اللي بتتحط في الفرن دي السبايسي دي يا جماعة حلوة قوي، جربوها هتعجبكم قوي. وطبعا كان عندي بقى بنتي كانت مستعجلة جاية من الشغل، قالت لي انا جعانة، وهي بقى بتحضر اهي معايا. واترككم في رعاية الله وامنه، واتمنى اكون خفيفة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.